في بيت من البيوت الجميلة اللي بتطل على بحر اسكندرية، تبدأ تتسلسل خيوط الشمس وتدخل جوه أوضة لنبدأ يوم جديد. الأوضة دي يبان عليها إنه هي أوضة شاب، لكن هي أوضة بنت مش شاب أبدا. كانت معظم ألوان الأوضة باللون الأسود، وفي اللون الأبيض بسيط جدا فيها ليضرب المنبه، وبتقوم بطلتنا من النوم على صوت المنبه المزعج وتقوم تقفله بعيون نايمة خالص. تقوم من على سريرها تدخل الحمام، تاخد دش بارد وتطلع تصلي وتبدأ تجهز عشان تروح شغلها. وبعد ما تصلي صلاتها وتلبس لبسها، تقف نور قدام المراية بكل نفس راضية. هي بصت لنفسها في المراية وهي راضية جدا على نفسها وعلى حياتها. وبعدين تنزل تحت علشان تفطر مع أسرتها اللي هنتعرف عليهم مع بعض. تنزل نور وتبوس ايدين باباها ومامتها. عبد الله الهلالي ده الأب، لواء سابق، مريض بمرض القلب، طلع على المعاش بعد ما اتصاب إصابة خطيرة وأثرت عليه. عنده 51 سنة، أب حنون جدا وبيحب ولاده جدا. أما بقى عن الأم فهي سمر، ربة منزل، عندها 51 سنة وبتحب ولادها جدا. علي عبد الله الهلالي دكتور جراحة مشهور وشاطر جدا في شغله، بيشتغل في مستشفى مشهورة جدا. عنده 28 سنة وبيحب يلعب كرة سلة. نور، نور عبد الله الهلالي، ضابط برتبة قائد. شخصيتها مختلفة، فأوقات بتبقى عصبية وأوقات بتبقى باردة وهادية قوي. بتحب دايما تكون مختلفة، ما تكونش عادية. ليها طرق مختلفة في حل المشاكل بتاعتها بطرق مجنونة. شعرها لونه كستنائي وعينيها خضرة طويلة وجسمها حلو. عندها 27 سنة وبتحب البوكسينج والألعاب القتالية. صباح الخير على أحلى الناس في الدنيا دي كلها. صباح النور يا نور. ايه ده؟ هو انت صحيتي لوحدك ولا حد صحاكي؟ مش معقولة تكوني صحيتي. لا يا ماما، صحيت لوحدي. هو المنبه بيخلي حد يصحوش؟ ده حتى بيفضل يضرب لغاية ما اوصل الشغل. كمان انا صحيت على ريحة اكلك يا سوسو، دي مجنناني يا بكاشة. ماشي يا ستي، انا هقوم اعمل لك الشاي واكمل بقية الاكل. صباح الخير يا سيادة اللواء، مالك سرحان كده في ايه؟ ما تطمني. صباح النور يا سيادة الرائد. قال قولي لي يا نور، هو انت مش ناوية تبعدي بقى عن المهام القتالية دي؟ بس يا بابا ما تقاطعنيش يا نور، كل مهمة بتعمليها بتنجحي وتقدري تنجحي وتبقي احسن، بس انا خايف عليكي. على فكرة يا بابا، انا الرائد نور عبد الله الهلالي، بنت اللواء السابق عبد الله الهلالي. مش معنى ان انا بنت اني ما اقدرش اشتغل اللي انا حباه وعاوزاه، وكمان مش معنى اني بنجح ان انا هفضل هنجح دايما يعني. وانا عارفه كده كويس. كفايه ان الناس بتخاف لما تسمع اسمي، وانا عاهدت نفسي ان انا هفضل احمي البلد دي. اوف يا نور. ماشي يا نور، براحتك، بس خلي بالك من نفسك يا نور. ماشي خلاص يا ابو حجيج. ايه؟ ابو حجيج؟ انتي بقيتي كده من امتى يا بت؟ قومي امشي من وشي، قومي. ايه يا بابا، بهزر معاك. ما بتهزرش يا بابا، في ايه؟ لا بهزر يا تتي، بس يلا قومي بس صحي البلوه اللي فوق ده. يا نور اوعي تعملي العمايل بتاعت كل يوم دي يا نور، ده مستحلفلك وحلفلك والله ما هيسيبك. قامت نور بابتسامه بريئه ولثواني اتحولت لابتسامه خبيثه، وقامت وطلعت عند اوضه اخوها، الاوضه اللي كانت كلها ضلمه. دخلت بالراحه وعلى طراطيف صوابعها، راحت جنب اخوها المسكين اللي كل يوم بيقوم على خضة شكل، وقربت جنب ودنه بهدوء تام، وقامت مصرخة بصوت عالي جوه ودنه. ايه في ايه؟ ايه؟ مين مات؟ زلزال؟ مين مات؟ في ايه؟ مين؟ قامت تجري نور من جنبه ووقفت بعيدة عنه علشان ما يقوم لهاش، وقالت له لا مش قادرة يا علوة، لازم تقوم تشوف شكلك يا علوة عامل ازاي. انت طلعت مسخرة يا علوة، مسخرة. هو انا مش 100 مرة اقولك ما تدخليش عليا الأوضة اصلا؟ انت بتدخلي ليه؟ هردلك المقلب ده يا نور، وهيبقى اكتر منك بكتير. طيب لما نشوف امتى بقى هتعمل المقلب ده. ايه يا علوة، بهزر معاك، ما بتهزرش يا اخي. يلا بقى قوم، مستنيينك تحت على الفطار، ما تتاخرش بقى لحسن والله بص هناكل من غيرك. وقامت تجري نور بره الأوضة، وعلي باصص لها، فهو مش عارف يعمل لها ايه. كل يوم يقوم على المقلب زي كده. في مكان تاني، في أوضة غريبة،
برضه كلها اسود في اسود. بس المرة دي أوضة الشاب يقوم على صوت المنبه ويصحى يقفله، ويقوم الشخص مفتول العضلات يصحى من النوم ويروح على الحمام وياخد شاور ويلبس هدوم الشغل بتاعته. فهو أدهم سليمان الهواري، ضابط برتبة مقدم، أوقات عادي وأوقات عصبي، عنده ذكاء جدا، صارم قوي في شغله ومن أكفأ الضباط الموجودة. جسمه رياضي، بيحب الألعاب القتالية وعنده 28 سنة. دي بقى مامته هيرة، ربة منزل وبتحب الطبخ وعندها 50 سنة. باباه سليمان الهواري، لواء وصارم جدا في شغله، طول حياته جد ومفيش هزار. آية سليمان الهواري، بنت طيبة جدا، مريحة قوي وطيبة وبتحب الضحك والهزار عكس أخوها. متخرجة من فنون جميلة، قسم ديكور، بتشتغل في شركة للهندسة وعندها 25 سنة. نزل أدهم لتحت وهو قعد جنب مامته بنظرة حب. صباح الخير يا حبيبي، نمت كويس يا قلبي؟ صباح العسل عليكي يا أحلى شوشو. نمت كويس يا حبيبتي. يا سلام، وانا مش هينومني من الحب جانب ولا ايه؟ ازاي يعني يا يويو؟ ده انت الحب كله يا بنتي. ماشي، كل بعقلي حلاوة. المهم، يلا بقى عايزين نفطر بسرعة، ولا انت ناوي توديني الشركة من غير فطار؟ انا جاحد وهوديك الشركة من غير فطار عشان لمطتك دي. لا يا عم، الطيب احسن. بقولك ايه، انا هقوم اعمل لي سندوتش سريع اخده معايا عقبال ما انت تقوم تسخن العربية، وما تتأخرش بقى عليا. يلا. امال فين يا امي بابا؟ مش ظاهر ليه؟ راح على الشغل، سبقك، هو مستنيك وبيقولك ما تتأخرش. يلا بقى الحق افطر. لا يا شوشو مش جعان، انا هقوم اسخن العربية وقولي الايه متأخرش. طب ناوي تيجي على الغدا ولا مش ناوي ده كمان؟ بصي، هعزم زين وحازم على الغدا وهرجع بالليل، ما تقلقيش عليا. المهم دعواتك انت بس يا امي. ماشي، انا بدعي لك والله يا ابني، ربنا معاك. وانت يا زفتة، خلصي يلا اخوكي هيتأخر. خرجت آية بجري تجري ورا أدهم علشان تلحقه، وهي مش شايفة قدامها، كانت هتقع لولا أدهم مسكها. لتقوم تقول لأدهم، شفت اديني كنت هقع بسبب الاستعجال. وبعدين يا عم أدهم، مش كنت لسه هتسخن العربية؟ رحتش ليه يعني؟ لازم كنت تشوفني وانا بقع. على فكرة لولايا انت كنت هتقعي فعلا. طب يا سيدي، متشكرين على المساعدة. يلا بقى. خدها أدهم وركبوا العربية، وآية ركبت جنب أدهم قدام، وصلها على الشركة، ونزلت آية من قدامه، وبعدين حدفت له بوسة سريعا مع غمزة. فضحك أدهم بابتسامة رقيقة لآية، وبعدين راح على شغله على طول. وأول ما وصل المكتب بتاعه سمع صوت فعرف إن زين وحازم بيتخانقوا كالعادة. دخل المكتب وقعد على المكتب وهم وقفوا قدامه، وقال لهم باستغراب، ممكن أعرف بتتخانقوا ليه على الصبح؟ الباشا رايح يسيب لي القضية اللي معاه وياخد قضية جديدة ومش عايز يكمل القديمة. شفت انت كده يعني؟ اعمل له ايه يعني؟ ما بيسمعش الكلام. يوه، يلا بقى كل واحد على مكتبه ويلا نشوف شغلنا يا بشوات. منك ليه؟ اتفضلوا يلا، كل واحد يشوف شغله. وفي مكتب تاني يبان عليه الحزم والقوة، يكون قاعد شخص وبيتكلم في التليفون، وبعد ما يخلص مكالمة يدوس على الزرار فيدخل العسكري وهو منضبط جدا ويقدم التحية العسكرية. بقولك ايه يا ابني، ابعتلي المقدم أدهم ومقدم زين ومقدم حازم بسرعة، خليهم يجولي دلوقتي. حاضر يا فندم. تأمرني بحاجة تانية؟ خرج العسكري ونده لهم، وأول ما دخلوا قدموا التحية العسكرية. أيوة يا فندم. خير خير خير، اتفضلوا اقعدوا. أنا جمعتكم النهاردة علشان عاوزكم في حاجة مهمة جدا. خير يا فندم، قلقتنا، في ايه؟ أنا جالي أوامر من جهات عليا إن في عصابة بتعمل أعمال غير مشروعة. العصابة دي خطيرة جدا ومحدش عارف يمسك عليهم أي حاجة. العصابة دي حويطة ومش بيسيبوا وراهم أي آثار. القضية دي قضية قديمة لكن للأسف محدش عارف يمسكهم، مش عارفين مين زعيمهم. المهم، دي لازم تكون سرية، حتى أهلنا ما يعرفوش حاجة عن الموضوع ده. أنا اخترتكم عشان انتوا من أكفأ الضباط عندي، وعارف إن انتوا تقدروا تقدموا المهمة دي كويس قوي. المهم تبقى سرية. شكرا على ثقتك يا فندم. طبعا
وان شاء الله احنا نبقى عند الثقة دي. بس هو مين زعيمها يا فندم؟ ولا مش معروف؟ ايوه، احنا فعلا ما نعرفش مين لغاية دلوقتي. انا عندي مصادري، واول ما اعرف اي حاجة بخصوص الموضوع ده هقول لكم على طول. انتوا لازم تعملوا خطة وتشتغلوا عليها عشان تقدروا توقعوا افراد العصابة واهمهم رئيسها. دي مهمتكم، تقبضوا عليهم. وغير كده انتوا هيبقى معاكم زملاء تانيين هتتعرفوا عليهم بكرة، هتشتغلوا مع بعض في القضية دي ان شاء الله. بكرة هعرفكم عليهم بالظبط الزملاء دول. حد عاوز يستفسر على حاجة دلوقتي؟ زملاء؟ زملاء ليه يا فندم؟ زملاء ازاي سعادتك؟ انت عارف ان احنا بنشتغل مع بعضينا هنا ومش بنشتغل مع حد. نقدر نعمل العملية دي لوحدنا، ايه لازمتها بقى بزملاء؟ انا عارف كده، لكن العصابة دي لازم فريق، وفريق كبير. هتتعاونوا مع بعض عشان نحاوطهم من جميع الاتجاهات. زملائكم هيبقى ليهم دور زي ما انتوا هيبقى ليكم دور. يعني انتوا كلكم هتكملوا بعض ان شاء الله. بس يا فندم احنا عمرنا ما دخلنا حد فريقنا، هنشتغل ازاي يعني مع بعض؟ هتشتغلوا مع بعض عادي، وهتعملوا خطة وهتنفذوها عادي جدا. ما تقلقش، هنظبط كل حاجة مع بعض بكرة ان شاء الله. مش عايز مناقشة في الموضوع ده، كله على مكتبكم، واقول لكم ان هي سرية تامة. قاموا وعملوا التحية العسكرية وراحوا على مكتبهم، واللي قعد زين وحازم على الكنبة، لكن ادهم كان متوتر ومتضايق. زملاء؟ يعني ايه زملاء؟ انا اشتغل مع زملاء؟ يا عم اهدى، خيلتنا في ايه؟ مالك؟ اقعد عشان نعرف نفكر بقى. نفكر في ايه؟ نفكر ازاي هنشتغل مع الزملاء؟ لا، هنفكر ازاي نطفش الزملاء وازاي نندمهم ان هم اشتغلوا معانا. يا عم ده تلاقيهم 2 3 خيبانين. ايوه، يبقى احنا لازم نشوفهم في الاجتماع الاول، نحاول نستفزهم ونضايقهم ونخليهم يتضايقوا ومش عايزين يشتغلوا. هيا يا سي ادهم، استريحت كده؟ ناوي نطفشهم لك يا عم. تمام. وانا بقى مش هخليهم يكرهوا اليوم اللي يشتغلوا فيه، انا هخليهم يكرهوا اليوم اللي وافقوا فيه على المهمة دي. لا، انا هخليهم يكرهوا اليوم اللي دخلوا فيه كلية الشرطة اصلا. خلاص يا عم اتفقنا، قوموا بقى بينا كل واحد يكمل شغله عشان ما يبقاش عندنا شغل متراكم ونبقى فاضيين لهم. قام ادهم قعد على مكتبه وطلع الشغل اللي وراه، وبعد كام ساعة بص في ساعته، لقى الساعة بقت 3. قام قايل لهم يلا، يلا بينا يا شباب، الساعة بقت 3، يلا عشان نروح نتغدى مع بعضينا.